السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض. النهارده ترند بقى رمضان، كل سنه وانتم طيبين. المكشكشه او الجلاج المكشكش، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بصوا، حاجه كده جميله خالص، ميكس كده ما بين حاجه مقرمشه وفي نفس الوقت طريه وطعمها حلو وسريعه كمان. الحلويات اللي بتتعمل كده ما بتاخدش معانا وقت خالص. بصوا بقى شكله ما شاء الله حلو قوي، مقرمش كده وفي نفس الوقت طري. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس اتمنى لو انتوا جديد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. ولو بتتابعيني من على الفيسبوك اعملي لي متابعه عشان برضو يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها. تعالوا اوريكم بقى شكله من قريب، حاجه كده قمر بجد. لما هتجربوها يعجبكم قوي. وتعالوا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملناه ازاي مع بعض. عندي بقى نص كوبايه كده من السمنه ومعاها ربع كوبايه من الزيت، سيحتهم مع بعض. وجبت الصينيه اللي انا هحط فيها وبدات ان انا امسحها من الجناب ومن قاع الصينيه كويس قوي، علشان لما احط فيها الجلاش ياخد معايا لون حلو. هتاكد كده ان انا مسحتها كويس قوي. وبعد كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. جبت كده لفه جلاش عندي نص كيلو. هبدا بقى ان انا افتحها وهاخد منها ورقتين ورقتين علشان ابدا ان انا امسحهم كده بالسمنه اللي احنا مجهزينها. حابه الخليط بتاع السمنه يكون سمنه بس، ما يكونش سمنه وزيت، براحتك. بس مش هيبقى حلو لو عملناه زيت بس. تمام كده، يعني لا اما ميكس سمنه وزيت مع بعض يا اما تكون سمنه بس. هبدأ دلوقتي اخد ورقتين وبالسمنه كده وهغطيهم كويس قوي. وبقيه الجلاش عندي هجيب فوطه كده تكون نظيفه وهحطها عليه عشان بس الوش بتاعه ما ينشفش. وفي الاول كده اول ما بدأت ان انا اشتغل في الجلاش شغلت عندي الفرن على درجة حرارة متوسطة علشان ندخل الفرن كده ويكون حامي. وكمان انا جهزت الشربات، انا بكون اصلا مجهزة الشربات عندي بكمية يعني. فالشربات للصينية دي هيكون كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية وعصرة ليمونة، هياخدوا على النار حوالي 7 دقايق بعد الغليان. الشربات بتاع الجلاش بيكون شربات متوسط، لان لو الشربات خفيف هيخلي الجلاش معاكي يعجن كده ويكون طري زياده عن اللزوم. ولو الشربات تقيل قوي هيخلي الجلاش ينشف معاكي قوي. فالمتوسط يعني ايه، الوسط كويس. دلوقتي بقى بعد ما دهنت وش الجلاش كده زي ما انتم شايفين، بسحب بقى الورقه عليا كده وببدا ان انا اكشكشها كده زي ما انتم شايفين. بصوا سهل جدا وبسيط، وفي الاخر هناكل حاجه حلوه كده وسهله يعني. عايزه اقول لكم ان انا عملته بعد الفطار على طول، ما خدش معايا وقت. وانا من الناس كمان اللي بحب اكل الحلويات بالذات بتاعه رمضان وهي سخنه، يعني الكنافه بالمهلبيه والحاجات اللي بتبقى زي كده بحب اكلها كده وهي سخنه. بصوا شايفين، ببدا الم كده الورق عليا، يعني اكشكشه كده. هكمل بقيه الصينيه وهعمل معاكم واحده كمان عشان تشوفوها. بعد كده هنبقى نظبط بقى شكلهم في الصينيه في الاخر خالص عند التقطيع زي ما هوريكم. هنا دي اخر ورقه اهي برضو. بصوا هيتبقى معايا مع حوالي معلقه كبيره كده من السمنه. بعد كده هدهن بيها وش الصينيه عندي عشان اتاكد كده ان كل الصينيه خدت معايا سمنه عشان تطلع في الاخر لونها حلو. كده خلاص انا خلصت الكميه كلها. هجيب بقى دلوقتي السكينه وهبدا كده ان انا اقطع الصينيه عندي. انا قطعتها قبل التسويه، ممكن تقطعيها بعد، بس قبل بيسهل عليكي بعد كده. احنا هنقطع بس كده زي ما انتم شايفين بالطول، لكن بالعرض هو كده كده الجلاش عندنا هيكون سايب من بعضه، لان دي وحدات واحنا حاطينها جنب بعضها. بعد كده هجيب بقى السمنه اللي اتبقت معايا وهغطي بيها كده وش الصينيه عندي. بعد كده بقى هنحضر الخليط بتاع التسقيه. خليط حلو قوي وبيخليها كده ريحتها وهي في الفرن، عايزه اقول لكم بتجيب اخر الدنيا، بتبقى ريحتها حلوه قوي.
بصوا خدت كل نقطة كانت موجودة عندي في الطبق دهنت بيها الوش. تعالوا بقى نحضر خليط التسقية. عندي نص كيلو كده من الحليب او اللبن، وهجيب دلوقتي باكت كده من الكريم كراميل وهدوبه معاه كويس قوي. الكريم كراميل هيديني كده ريحة ولون وطعم وحاجة حلوة قوي. هقلبهم مع بعض كويس وبعد كده هنزل على الصينية. بس اتأكدي ان انت قلبتيهم وداب الكريم كراميل داب معاكي. ممكن يكون اللبن دافي شوية عشان يدوب معاكي بسرعة. هسقي بقى الصينية عندي وهسيبها على الرخامة كده من 3 ل 4 دقايق لحد ما اتأكد ان هي شربت كل الخليط اللي احنا حطيناه ده. وبعد كده هدخلها الفرن عندي. هتاخد معايا في الفرن حوالي من 30 ل 40 دقيقة حسب فرن كل واحد. بحطها من تحت الاول بتاخد معايا لون ذهبي وبعد كده بشغل عليها الشوايه. عايزه اقول لكم على حاجه بقى في التسويه، خليها تاخد معاكي لون ذهبي ازيد ما انت عاوزه بشويه. يعني لو انت عايزه مثلا يعني اللون 10/10 يبقى هنخليه 12/10. فاهميني كده؟ علشان بعد ما بنحط الشربات اللون بيبدأ ان هو يفتح معانا شويه. اي حاجه بنسقيها شربات اصلا لما بنزود لها الشربات بعد كده بتلاقوا اللون فتح من درجه كده لدرجتين. فعشان تطلع معانا مظبوطه ومقرمشه زي ما انتوا شايفين وزي ما شفتوا في اول الفيديو، يبقى خلوها توصل للون اللي انتوا شايفينه ده من تحت وكمان من فوق تحت الشوايه. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ومع السلامه.